نحمد الله أن يسر لنا هذه الصلاة التي ليست بحولنا ولا قوتنا ولكن بمنة الله علينا، منه وفضل وتوفيق وسداد من الله لك أيها الأخ أنك تصلي وتسجد وتركع له. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان كنتم صادقين. كم من البشر على وجه الأرض يعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار ويعبدون الأبقار، وأنت تعبد الواحد القهار، هذه نعمة. ألا يوجد الآن في عصر العلم التقنية والتكنولوجيا والتكنولوبيا من يعبد البقر؟ في ولا ما في؟ وين؟ في الهند 60 مليون بقرة تعبد من دون الله في الهند، أكبر ثروة حيوانية في العالم في الهند. ذبحت بقرة عام 1981 1401 هجري، فقامت حرب ضروس بين المسلمين وعباد البقر من أجل بقرة واحدة. البقرة في الهند معززة مكرمة، لو تدخل محل أي محل خضروات ما حد يقول له شيء، تأكل وتشرب على كيف. أنت بتفتح لي فتحة ثانية الله يجزاك خير، يعني واحدة وتكفي الله يجزاك خير. فالشاهد يا أخوان أن هذه البقرة في الهند تدخل وتأكل وتشرب على مرادها، ما حد يكلمها، تقف على الطريق السريع مثل طريق مكة جدة السريع، تقف بقرتين يسولفن مع بعض ما حد يكلمهم ولا حد يحركها. بقرنا في عنيزة تكر في المزارع من الصبح لأذان المغرب، طلبت فيزا الهند بقرة عنيزة عيوا عليها. فاحمدوا الله أنكم تعبدون الله، قولوا الحمد لله. اليابان دولة تقنية عجيبة، ذهبت إلى كوريا الجنوبية ودول الشرق الصين واليابان فرأيت عجب بالتقنية، لكنهم يعبدون صنم في وسط العاصمة طوكيو، صنم قال كذا متربع، ويدخل رئيس اليابان اللي يحكم 380 مليون نسمة يعبد صنم، حاله هذا الصنم حال هذا الجدار اللي خلفي وحال هذا العمود. حتى أن أمريكا تخاف من اليابان، تقول أنها تصنع أسلحة تحت الأرض من شدة التقنية التي عليها. عرفت جميع التقنية ولكن ما عرفت الله الواحد القهار. احمد الله، قول الحمد لله. ذهبت إلى الصين فيها ما يقل عن 4000 ديانة، وعلى رأسها الديانة الشيوعية، هي أول ديانة للصين. لكن عندما بدأ الناس يأخذون بالديمقراطية في الصين فبدأوا يعبدون كل ما هب ودب، حتى عبد في ولاية من ولايات الصين الفيران، ولاية كبر مكة وجدة والطائف يزيد سكان على 4 ملايين نسمة يعبدون الفيران. الفيران تقل جرذي هذا كبره، الفار مبسوط ينقز والصيني وراه. ولا في هذه الدولة في هذه الولاية بس واحد. ليش؟ لأنه عدو الفار. أمي يوم حنا صغار في شعب عامر إذا راح أخوي محمد سافر زمان أول في 70 هجري، يمكن بعض الإخوة ما ولد بعض الشباب ذولا، فكانت الوالدة تقول إذا غاب أخوي محمد الكبير تقول إذا غاب البس العب يا فار، وهم عشان عارفين أن البساسة تأكل ربهم فذاك ما فيها القولاية ولا بس. فاحمدوا الله أنكم تعبدون الله، قولوا الحمد لله. تصوروا، فلذلك كل شيء عبد من دون الله، كل شيء. الشمس عبدت ولا ما عبدت؟ أخوي جاب لي عامل لاحظ صار قبل المغرب يطلع في السطوح واثر يقعد يقول الشمس كذا على قول المغني نبيني شعيل، يا شمس لا تغيبي. قاعد يعبدها يبغى ما تغيب. صور عقول. ترى هذولا منهم بروفيسور في علم الأجنة، منهم بروفيسور في علم الإحياء، منهم بروفيسور في علم المحيطات، منهم بروفيسور في علم الذرة، بروفيسورات علماء كبار، ولكن عرفوا المجرة والذرة وما عرفوا خالق المجرة ولا الذرة. فقولوا الحمد لله. فهذه أول نعمة أنك وحدت وأهليت بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل لجابر بما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فقال جابر أهل بالتوحيد. أهل بإيش؟ بالتوحيد، لأن سيد الموحدين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما تسجد تركع وأنت في الحج تقول الحمد لله الذي أنعم علي. فإذا سئلت سين واحد ما هي أعظم نعمة وهب الله لعباده؟ أعظم نعمة ما هي شيء؟ ها؟ أعظم نعمة الإسلام. شو الدليل؟ واللي جاوب نعطيه جائزة جوال الإمام. من يعرف الدليل؟ يقول يهودي لعمر إنكم معشر المسلمين، تفضل يا بني يا بني يا ولد اقلط تعال. يقول عمر له يهودي يقول إنكم معشر المسلمين نزلت على نبيكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لجعلناها عيد. فعمر قال أي آية؟ يقول اليهودي قال اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم إيش الإسلام دينا. فقال عمر والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، إنها نزلت على رسول الله يوم إيش عرفة، وكان يوم عيد، يوم إيش يوم الجمعة. آية عظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيش نعمتي ورضيت لكم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة. اليهود يقولون إبراهيم منا، والنصارى يقولون إبراهيم منا، وإلى الآن يقولون. فمن الذي يفصل القضية، إبراهيم من اليهود ولا من النصارى؟ جاء اليهود والنصارى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وترافعوا الأصوات، لا إنه منا معشر يهود، والنصارى يقولون منا معشر نصر. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يهتز وينزل الجبين من العرق، وإذا يثقل عليه الفخذ، لأن إذا جاء الفخذ يقول لو جاء زيد يقول كان فخذي تحت فكانت تقطع من شدة ثقله. فإذا برب العزة والجلال ينزل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فذاك الله اللي سمانا، ماذا سمانا الله؟ هو اجتباكم وما جاء عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم إيش المسلمين. فالإسلام أعظم نعمة وهبها الله لك، وأعظم نعمة بعد الإسلام أنه يسر لك من الأعمال ما يقربك بها إليه سبحانه وتعالى. فشرع لك إيش؟ أنت جاي ليش؟ للحج. هل يجوز أن يحج أحد في غير مكة؟ أنا سمعت بإذني واحد مصري بإذني في التلفزيون السعودي سألوه قالوا إيش رأيك الحج هذه السنة؟ قال أنصح كل واحد يسمعني ما يحجش إلا في مكة. أنا يوم سمعت استغربت، قلت وفي مكان يحج فيه ولا ما في؟ لا فيه، في أماكن يحج لها، بس احنا ما ندخل في السياسيات وأمور الدول، لكن في أماكن يحج لها. لا يجوز أن يطاف بأي مكان على وجه الأرض، حتى في المدينة. حتى المدينة الله ترى يطوف على قبر الرسول، يدخل مع الباب ذا ويروح يدور ويرجع، صح ولا مو صح؟ لا يجوز على وجه الأرض أن يطاف إلا بمكان واحد. وين؟ وين يا إخوان؟ بيت الله. طيب وش الدليل؟ يقول لك واحد وش الدليل؟ تقول الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. لا يجوز أن يسعى على وجه الأرض في مكان إلا مكان واحد. وين؟ المسعى. لا يجوز أن يقبل حجر في العالم كله، كل العالم، إلا حجر واحد. وشو؟ حجر الأسود. وحتى الحجر ذا يوم جاء يقبل عمر قال شوف يا حجر أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، صح؟ ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أبدا. من يعرف ليش عمر قال هالعبارة؟ لأن قضية إيش؟ توحيد. ما تقبل أي حجر، لا هذا الحجر عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر هنا تسكب العبرات يا عمر. فالحجر واحد يقبل. طيب ما الحكمة أن الله جعل مكة بوادي غير ذي زرع وبحر؟ في يوم من الأيام جاء درجة حرارة في مكة 8، قد جاء مكة درجة حرارة 8 9 10. أقل درجة حرارة مكة تصل كم؟ ها؟ 30 أقل درجة. لم يجعل الله مكة بلد سياحة، صح ولا مو صح؟ ولا قادر الله يخلي مكة بأبها، مو قادر يخلي الكعبة في السوداء؟ إيش رأيكم؟ قادر ولا مو قادر؟ لكن ليش خلاها بمكة؟ عشان يجون الناس يتعبون، وكل ما زاد التعب وزادت المشقة زاد إيش؟ زاد الأجر. قال يا أسماء، رسول قال يا أسماء أبشري فإن عظم الأجر مع عظم المشقة. فالحج الآن حجينا احنا، وجدنا مشقة ولا ما وجدنا؟ أول مشقة وجدتها أيها الحاج أنك نمت في هذا المخيم. أنت تنام هنا في المخيم ذا. من اللي من المخيم؟ لا مو العامل اللي يعني سلم فلوس وجاء المخيم. أنت جاي ولا تعمل؟ تشتغل؟ حاج نوموك الأخوة مخيم كما جعلوك تنام أصحاب المخيم كما تنام في بيتك، فوضعوا لك سرير 2 ومتر ونص، صح؟ 70 سنتي، صح؟ مثلنا احنا طبيعي يعطونك 70 سنتي 2 أو متر، صح؟ لكن بيتك تنام على كم؟ على 2 وتكون زوجك وحرمك المصون بجوارك معها طفلها تهد عمره 6 شهور فيبكي الطفل، ايش تقول لها؟ قول الصدق. ها؟ اقلبي وجهك. ها؟ لا 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 مو اقلبي وجهك، لا يعني خليك راقي في عباراتك لو سمحتي. اطلع انت ولدك برا، صح؟ صح ولا مو صح؟ ردوا صح يا اخوان. لا عيب، انا ما اقول كذا، انا ما شاء الله علي مؤدب فوق الراقي. اطلع وخليها غرفه، اقول اقعد انت واطلع، قول ما شاء الله علي.
لا صحيح، خليها هي في الغرفة وأنا أطلع، ما أقول لها خذي ولدك واطلعي برا، لا أنا آخذ بخدتي وأروح الغرفة الثانية ولا المجلس ولا الكنباية اللي في الصالة وأنام، لأن هي تتعب ولا أنا اللي أتعب؟ عمرك في يوم رضعت؟ ما رضعنا صح ولا يا إخوان؟ من الذي أرضع؟ والوالدات يرضعن أولادهن كم؟ تتعب ولا ما تتعب؟ آخر الليل يبكي أنت تقوم. ما أذكر يوم بكى ولدي، الآن ربيت ولدي الله يحفظه وصار أستاذ محاضر في الجامعة الله يحفظه، ما أذكر يوم بكى وقمت أروح أنا أطول له حليب ولا زي له شيء، ما أذكر. من اللي تقوم؟ الأم الزوجة. فمع هذا في البيت عندك سرير مترين بمتر ونص وتقوم، لكن هنا 70 سنتي بمترين، وإذا نمت الله يعينك على يمينك وعلى يسارك، لأنك كنت من جدة واللي على يمينك من أبها، صح؟ صح ولا مو صح؟ هذا المخيم، احنا ببرج البركة. ثم برج البركة احنا حملتنا فيه، احنا عندنا ثلاث حملات خيرية لله وبالله، العمال نحججهم مجاني، وعنده حملة للمواطنين البي اي بي المواطنين، اما هذيك غير مواطنين يعني مصاري وبنغالية فقراء مساكين نحججهم مجاني. فهنا في البي اي بي العمارة تنام على يمينك واحد من أبها والثاني من حقل والثالث من شرورة، واسمع عاد الشخير في الليل، ما أنت متعود. حتى المكيف حقي غيرته وحطيت سبيلت. ليش حطيت سبيلت؟ عشان ما تسمع صوت، عشان تجيب لك دعاية حقت هاس لكل الناس. صح ولا مو صح؟ ومع هذا الآن لا، جاك واحد يشاخر على يمينك ويشاخر على يسارك. حج معنا في مخيم الطلاقي فؤاد إخوان، مطوف مشهور صديق لي، عام 2014، وحج معي أكبر محرج في القصيم، محرج سيارات. تعرفون محرج السيارات؟ والله حطه بجنبي ضاع المخيم الله يهديه، إني مقوم آخر الليل من الحراج. من يسوم؟ وليت غمارتين ديدسن، يا كدادة يا كدادة يا كدادة، والله إني قايم وشريت منه الونيت. تتحمل ولا ما تتحمل؟ رد يا اخوان، تحمل ولا ما تحمل؟ تحمل. حج انت الحج ولا ما انتهى؟ اليوم ترى انتهى الحج شرعا الحج اليوم انتهى لمن اراد ان ينهي حجه. اللي يريد ينهي حجه اليوم شرعا انتهى بنص القرآن، قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. يعني طلع اليوم رمى ونفر، يجوز شرعا ولا ما يجوز؟ شرعا يجوز. واللي يقعد الغد الله قال لمن اتقى ومن تاخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأنا قعدت كم يوم الآن هنا، أنا أحلف بالله أننا قعدنا أيام قد تصل اليد الواحدة، أصابع اليد الواحدة. وعدوا معايا، أول يوم في الحج يوم إيش؟ يوم 8، يسمى يوم إيش؟ التروية. ثاني يوم عرفة. ثالث يوم العيد الأكبر. رابع يوم 11. خامس يوم 12. كم يوم؟ 5 أيام بس. لكن الكرم الكريم 5 أيام فترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. إيش رأيكم بهالكرم؟ 5 أيام تقعد آكل شارب ساكن كيف فوقك، يقول لك ارجعوا يا عبادي في يوم عرفة اذهبوا فقد إيش غفرت لكم. شوفوا الكريم سبحانه وتعالى 5 أيام. لكن ليس العبرة في الحج، يقول علماء السنة العبرة من الذي استفاد من خزائن الحج. أنتم معي يا إخوان؟ من الذي استفاد من إيش؟ الحج في خزائن ولا في خزائن؟ أول صفة علمنا إياها نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صفة الحج أول صفة فيها وش هي؟ في مثل يوم العيد أمس كانوا الناس يجونا يقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي. وش يقول له الرسول؟ جاء الثاني قال يا رسول الله طفت قبل أن أحلق. وش يقول له؟ فكان ينشر في الناس صفة إيش؟ الرحمة. رحيم الرسول. كيف واحد ضعيف بعد ما راح طاف في البيت العتيق ثم جاء في منى قال لا ارجع تعال أول شيء احلق وبعدين روح، ما قال كذا، قال افعل ولا إيش؟ حتى يرحم إيش؟ أمته صلى الله عليه وسلم. بلغ من شدة رحمته في الحج مو في أمته حتى في البهائم. يوم جاب عرفة على البحرين، تعرفون زمان والبحرين وش كان يقول للصحابة؟ يقول لهم السكينة 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 عشان يرفق الناس. بل بلغ ليس على مستوى الصحابة اللي معاه 100,000، حتى على مستوى فرد من مجتمعه، بل زوجته يوم قالت له يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ وش قال لها الرسول؟ قال لها أبشري. أمر من؟ أخوها عبد الرحمن. قال يا عبد الرحمن خذ أختك عائشة واذهب بها للتنعيم. وجلس ينتظرها، وهو منه قائد الأمة محمد بن عبد الله.
وحنا سكرتي مدرسة ضيع حرمته قبل كم سنة عندنا، ولقيناها عند باب المروة، دورناها بعد الصبح، في الصبح ما لقيناها إلا قبل المغرب. أول ما شاف وينك ضيعتين، الله لا يوفقك، الله لا يعيدك ولا يعيد حجة معك. أخوي طيرت قال حرمة، قالت كذا. قلت وينك يا رسول الله؟ قاعد ينتظر عائشة اللهم صل عليه. قول آمين. هذه أخلاق حاج يا إخوان، الله يرضى على المصريين. قول آمين. واحد مصري ضيع حرمته بعرفة، شايب يمكن أكبر من هالوالد الله يمتعه، بعمره فوق 80 وحرمته يمكن فوق 70. هو ندور شوف يا حق إيه لقوها. كنت فين يا تفيدة؟ وحشاني يا تفيدة، ده أنا والله بحبك مش عارف أحقي من دونك يا تفيدة. بالشكل هذا؟ ها بالشكل هذا. وهذا هب الحرمة. أيهما استفاد من الحج، الأول ولا الثاني؟ رد يا اخوان، اللي استفاد من الحج المصري ولا الاول؟ المصري، لان هذا اللي يبغى منك الحج يبغى منك صفه ايش؟ الرحمه. ترحم يا اخوي، اذا يوم نمت ونام جنبك واحد ارحم اللي بجنبك، لا تقعد تذيب القرد طول الليل. واحده زامت علي قريبتي حاجه معنا في البركه، قالت والله يا شيخ ما نمت الان، انا ما اقدر، اللي جنبي ما غير يقرون. وروح حج امس لقيت محاضره في مخيم، نص لعيبه كوره، لعيب المنتخب، لعيبه نادي الاتحاد، يقول الله ورطان نايم الرجال ما ادري رجله ببطن واحد. بسم الله، قال والله اعذرني اني في هجمه مرتده. شيء مرتده ببطن. فلذلك يا اخواننا نتعلم بالحج صفه الرحمه وصفه ايش؟ صفه الرحمه وصفه ايش؟ الصبر. اصبر. الله قال محمد واصبر على ما اصابك. وقال لقمان واصبر، لقمان يعظ ابنه، قال واصبر على ما أصابك فإن ذلك من إيش؟ هذا اللقمان. أما محمد صلى الله عليه وسلم قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فصفة الرحمة وصفة إيش؟ الصبر. في صفة ثالثة نأخذها برمي الجمار. اليوم رميت الجمار ولا لسه؟ بالنظام. متى؟ الآن؟ طيب تروحون خلاص المحاضرة؟ الجمار، إذا أنا بعطي جائزة والله يا إخوان 1000 ريال، 1000 500 زرق تعرفونها 500 اللي يسمونها رجال المع مثيرة للدموع، القحاطين يسمونها 500. لأن مخيم أنا ضيف وعيب إني أدفع وهم موجودين. زين، أنا برمي الجمرة الآن وأنتم ترمون. يقول العلماء، علماء السلف والخلف، لابد أن ينتابك الشعور، وعن يمينك مصري وعلى يسارك هندي وقدامك باكستاني وراك أفريقي. ما هو الشعور الذي ينبغي أن ينتابك وأنت ترمي إبليس؟ أنا بعرف أنكم تقولون أن هذه أمتكم أمة واحدة، صح، لكن في لفتة قوية من علماء كبار أمثال الشعراوي في علم التفسير رحمه الله وغيره من علماء التفسير. من يعرف أن أعطيه جائزة 1000 ورقتين أمهات 500؟ ها؟ ما ارفع صوتك ترى ما اسمع والله، لأني في الدباب والهواء سدد ذاني، جايكم من بطحاق ورجع على دباب. ارفع صوتك، أنا ما أدري من قال تراحم. ما شاء الله، الله يوفق. أقول آمين. غلط. هم فرحوا كلهم قالوا كذا. وش الشعور الذي قال العلماء أن ينتابك وأنت ترمي وعلى يمينك باكستاني وراك مصري قدامك هندي وعلى يمينك اندونيسي؟ ما هو الشعور؟ لا هو السؤال نفس السؤال. لا نفس السؤال. أقول ما هو الشعور؟ ما الذي ينبغي أن يأتي فيك من الشعور كما يقول العلماء؟ أننا أمة واحدة يا شيخ. لا هو لا بد هذا، لكن في شيء مهم أعطيكم إياه عشان الوقت، الأخوان يقول عندنا جمار. يقول العلماء أنك ترمي من؟ إبليس، يعني تعلن العداوة على من؟ على إبليس. فدع العداوة لإخوانك المسلمين، هذول أنتم مسلمين، أنت هندي وباكستاني، خليكم إيش؟ متحابين، واجعلوا عداواتكم كلها لمن؟ لإبليس. أسألكم بالله ما في ناس الآن معادين عيال عمهم وعيال خالهم؟ ردوا. ما في ناس معادين جيرانهم؟ ما في دولة تعادي دولة؟ ما في شيخ يعادي شيخ ويحشوا في القنوات؟ في لا ما في. الله يقول لك لا تعادي أحد، خل عداوتك من؟ لإبليس. إبليس الخبيث المجرم. أبى أقول لكم شيء يمكن تدرون عنه. أسألكم بالله إبليس نذل ولا مو نذل؟ ردوا. أكبر نذل إبليس. من اللي ورطنا في المعاصي؟ إيش رأيكم؟ من اللي يورط الناس في المعاصي؟ إبليس يا إخوان. إبليس هو أول من أعلن حرب الضروس على ابن آدم. من متى؟ من يعرف؟
الحرب العالمية الأولى انتهت، الحرب العالمية انتهت، حرب الخليج انتهت، حرب العراق، كل الحروب تبدأ وتنتهي. لكن حنا حربنا بني البشر من متى مع إبليس؟ منذ أن أخرج أبونا إيش؟ طيب واستمرت ولا ما استمرت؟ والله اللي يجيب الدليل بالاستمرار لكل شخص من عدو إبليس لأعطيه جائزة. عندكم جوائز؟ أي والله احنا ما نبي نحرجكم، انا ترى مليان جيبي دراهم الحمد لله، بس عيب اني يعني. طيب وش الجوائز؟ خلاص 200 ريال جائزة. 200 عاد سهلة شوي. القرشي ما شاء الله والله أعطانا أمس على 1000 ما شاء الله. طيب عطر، الشيخ يقول عطر. ما هي العداوة اللي إبليس يتولانا فيها بعد آدم أبونا؟ كل البشر حتى لو غير مسلم ترى. لا أيوه 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 في غير محله جزاك الله خير وأحسنت، ما في جائزة. طيب بسألكم، أي واحد يولد في الدنيا، أي واحد أول ما يطيح من بطن أمه إيش يصير له؟ لماذا يبكي؟ من يعرف؟ شفت الوالد يقول عليه وسلم إذا ولد المولود نهزه إبليس، الرسول يقول في خاصرته، وقال لأتباعه هذا عدو خرج إلى الدنيا. سمعت الشيخ؟ أي طفل، لذلك إذا طاح الطفل وما بكى إيش معناته؟ إنه ميت. لكن إذا طاح وبكى أول ما يطيح يقول ترى هذه الصرخة من إبليس. لا هذا طفل كبير ذا. فإبليس بيننا عداوته لنا من يوم حنا أطفال طالعين بطن أمنا، وبعض الناس الآن كبر وصار عمره 20 و25 مصاحب إبليس. صح ولا مو صح؟ لا تجاملوني. يسأل الشيخ يقول يا شيخ في ظفري كذا في قطعة كذا متدلية يجوز أقطعها؟ وهو قاطع بعمته سنة وسنتين. صح ولا مو صح؟ قاطع بخاله سنة وسنتين. صح ولا مو صح؟ هاجر أم زوجته يدخل يأخذ يدق البوري ديد ايش معناها؟ انزل يا زكية بسرعة، ولا يدخل يسلم على أم زوجته لأنه معلن حرب ضروس مع أم زوجته. في ولا ما في؟ أعرف ناس مزوجين ما يسلم على أم زوجته 5 و6 سنوات. أم زوجتك بدل ما تدهن سيرها وتصلح العلاقات الدبلوماسية معاها، أم زوجتك تعلن حرب الضروس عليها. قولوا ليش؟ قولوا ليش؟ لأن المرأة والزوجات لهم حق علينا، يجب أن نقبل رؤوسهم كلنا الحاضرين، كلنا نقبل رأسها. ليش؟ لا صح يا أخوان، الحياة أنا بعطيكم شيء جربته، بلغ عمري الله يدي طول عمركم على الصطاعة، قول أمين، قاربت 60. والله الحياة حلوة بس اللي يعكرونها الناس هم اللي يعكرونها. والحياة حلوة ولا حلوة؟ كبار السن اللي على أسناننا أيام الستينات كانت عبارة تقال في التلفزيون وفي الراديو، يقول إيه الحياة حلوة بس إيش؟ نفهمها. حياة حلوة بس حين نكت. تلقى لك واحد في الرياض وبجدة لا تكلمني وطوع الله يقلعها من ديره. يا أخي الله لا يعيد الحكومة ولا زهقان ويسب الحكومة ويسب الديرة ويسب ليش يا أخوي؟ من اللي عكر الحياة؟ هو ولا الحياة عكرة؟ لا حرام عليك. النساء الله قال زين الناس حب الشهوات من إيش؟ النساء. الرسول يقول الدنيا متاع وخير متاعها إيش؟ المرأة. بالعكس أنا العام متزوج عايش بجنة لي فوق 50 سنة الحمد لله، لأني أنا اللي أصنع السعادة بنفسي. أدخل على حرمتي فينك حلوة، وينك قمر، وينك عسل، ذبحتيني يا بنتي، فخليها حلوة الحياة. لكن لما أدخل فينك مرة ورا ما طبختي ورا ما سويتي أوامر عسكرية، طبيعي تعكر الجو. صح ولا مو صح؟ الحمد لله الواحد حدث نعمل متزوج له 30 سنة، وبعض الإخوة يمكن كبار السن شوف عمي يمكن 40 سنة متزوج، هذا قدامكم ما شاء الله. قول ما شاء الله. حنا نعكر. يقول أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، يقول كلام يكتب بماء الذهب، يقول الحياة كالمرآة كإيش؟ فإن نظرت إليها مكشرا ظهرت صورتك إيش؟ مكشر، وإن نظرت إليها مبتسما ظهرت صورتك إيش؟ هذه الحياة. إيش؟ هذا لا تدخلنا بالسياسة الله يجزاك خير. فحياتنا يا إخوان حنا نعكرها. الآن حجينا، أبي كل واحد منا يرجع وفعلا تغير. يا اخوان مساجدنا صار في مهاوش. والله الشيخ الحمودي فرع بين اثنين في الرياض متهاوشين بالمسجد، الامام والمؤذن فك بينهم في المسجد متضاربين. بعض الناس ترى رجع من الحج جماعة المسجد يقول الله يعينكم رجع ابو صالح. من ابو صالح ذا؟ اللي بيشغلهم سكوا المكيفات، ولعوا مكيفات، سكوا الباب الجنوبي، يفتحوا المؤذن تاخر، انت يا المؤذن ليش تاخرت؟
هذه أذية، ذي بعض الناس مو أذية، أحد يحب المؤذي. 5 الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقتل في الحل والحرم، حتى عند الكعبة تقتلها. وش هي؟ أول شيء الفويسقة. وش الفويسقة؟ الفارة. ليش تقتل؟ لأنها مؤذية. العقرب ليش تقتل؟ مؤذية. الحدأة، الحمامة ما تقتل، لكن الحدأة تقتل لأنها مؤذية. لكن وش رأيك؟ النحلة، جرب وقل زوجتك يا نحلة. أنزل صورة كاملة الله سماها صورة إيش؟ أنا جربت، قلت له عبد العزيز يا نحلة، جت فاردة جناحها مجنحة. حنا يا إخوان لابد أن نعيش صح، ولا نعيش صح إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية من أراد هديا غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. خير رجل طلعت عليه الشمس من؟ خير من وطأ الأرض من؟ خير من عاش وصام وصلى من؟ يقول ابن عباس والله ما خلق الله ولا برأ نسمة خيرا من نسمة محمد، وما أقسم الله بعمر أحد إلا بعمر من؟ محمد. فقال سبحانه لعمرك إنهم لفي سكرتهم. إيش معنى لعمرك؟ يعني وحياة عمرك يا محمد، يقسم الله بعمر محمد. فهدي محمد خير هدي. حجينا ناخذ صفة إيش؟ الرحمة. ناخذ صفة إيش؟ الصبر. ناخذ صفة إيش؟ من يعرف بعد من الحج؟ ها؟ لا لا لا، التواضع. تواضع لبعضهم. شوف المخيم الآن، أنا عجبت وناس يجون يطلعون ويخبخون بعض يحبون بعض. ليس منا من لم يوقر إيش؟ كبيرنا أو يرحم إيش؟ الكبير نحترمه. أنا عجبوني أهل وأهل الحجاز. في زمن مضى عشت في مكة حوالي 25 سنة في شعب عامر. فإذا جاء الولد الصغير أبو 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة وشاف أخوه كبير أبو 20 سنة أو 25 سنة، وإذا جت البنت شافت أختها الكبيرة فاطمة زكية وهي عمرها 15 12 وأختها عمرها 30، إيش تناديها؟ تقولي إيش تبغي يا ستي؟ صح ولا مو صح؟ يا ستي، ما تقول لي يا أختي، تقول لي يا ستي. والأخو يا سيدي. والحين الصغير يدخل قدام أخوه الكبير. صح ولا مو صح؟ إلا من رحم الله. فليس منا من لم يوقر إيش؟ كبيرنا. احترام متبادل. أعيش. يقول لك الآن يسمون مجلس الأمم المتحدة وغيرها يطلبون أن يتعايش الناس تعايش إيش؟ سلمي. صح؟ أسألكم بالله الرسول ما تعايش تعايش سلمي؟ عندما هاجر من مكة المدينة إيش كان في المدينة؟ من يعرف؟ اليهود. صح ولا مو صح؟ ومن بعد؟ لا، من بعد غير اليهود في المدينة. اليهود كانوا وين؟ في المدينة. كم قبيلة من اليهود؟ 3 قبائل. والنصارى كانوا، والمشركين. وأشد من هذول كلهم من في المدينة؟ المنافقين اللي الله قال عنهم في الدرك الأسفل من النار. ومحاذ الرسول عامل اليهود معاملة راقية ولا معاملهم؟ ردوا. والنصارى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كيف عامل الرسول؟ ها؟ قمة بالتعامل. حتى يوم مات وجاء ولد عبد الله وقال يا رسول الله أبي مات اعطني عباءتك لأكفنه فيها. أعطاه ولا ما أعطاه؟ أعطاه وكفنه. قال يا رسول الله تعالى لتصلي عليه. صلى عليه ولا ما صلى؟ الله نهاه قال ولا تصلي على أحد منهم أبدا. خلاص صلى رسول. فقال يا رسول الله قم على قبره. ايش معنى قم؟ يعني ادع له. فقام على قبره. الله قال ولا تقم ايش؟ على قبره. قال يا رسول الله استغفر له. استغفر له ما استغفر له؟ قال ولا تستغفر لأحد منهم ايش؟ أبدا. قال الله تعالى آسف. قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم كم مرة؟ 70. قال صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والله لو علمت أنني لو زدت على 70 لغفر لهم لزدت على 70. شوفوا الأخلاق العالية. وبعضنا إذا وقف جاره وقف جنب بابه يطلع ويلقى كفرات من السماء. صح ولا مو صح؟ وأنا وقفت عند بيت في إحدى المدن، أنا ما أقدر أقول الرياض ولا القصيم ولا جدة، الناس عندها حساسية، وإذا بالصواميل مفتوحة حقت الكفر محطوطة على باب السيارة ومكتوب عليها ورقة إن عدتم عدنا. هذه الآية بسورة الإسراء الله يجزاك خير على المشركين والكفار. ايش رايك يا شيخ؟ بالله هذه اخلاق؟ هل هذه اخلاق طيب انت حجيت. انا اعرف ناس لهم ترى 10 سنوات حجون معنا. 10 انا لي في الحملات 33 سنه. 10 سنوات والله ما تغير اقسم بالله اخلاقه. هي يقول الهندي امس انت ما تفهم الله لا يوفقك. واحد عاقل معنا المخيم قال له يا اخي ارفع اللام ويستقيم المعنى. ارفع اللام، اذا شال اللام ايش يصير؟ الله يوفقك. اي محسن الله لا يوفقك ولا الله يوفقك.
يحج 10 سنوات، وأقسم بالله العظيم أنه ينطبق عليهم ما قالوا أهل مكة منذ نحن صغارا: تي تي تي، زي ما رحتي زي ما جيتي. صح ولا مو صح؟ فأنا أريد أن حج وأغير، أتغير، خلي إذا رجعت قالوا والله فلان حج عقيد، حج معنا قبل كم سنة بحملة فؤاد إخوان الطلاقي، وتعرف العقيد نجمها والتاج ونجمتين والنفس شوي رفيعة، فإذا بالمخيم مثل ما تشوفون، هذا مهندس يخدم، وهذا دكتور يخدم، وهذا ضابط ورتبة لواء يخدم، وعجبه يعني. معنا أخوة من الرياض من القصيم، تأثر الرجل يوم يومين ثلاثة، هذا يخدم وهذا يكرمه وكلهم سواسية، فنفسه ايش نزلت شوي وتغيرت بعض ايش سلوكياته. فرجع زوجته في جدة، أول ما دخل البيت زي كذا اليوم 12 ليلة 13 و13 ليلة 14، دخل البيت: يا زكية فينك يا حياتي يا عمري يا زكية؟ حرمة تسمع حياتي زي هي الصوت صوت زوجها، بس مين الغريب اللي دخل البيت؟ ايش بك يا زكية ما تسمع؟ يا نور عيني انزل يا نور عيني. نور عيني وش نور عيني؟ إلا ترى خصوصا الحريم الكبار، واحد حرمة زوجها في النجد عنده، قال لها زوجها تعالي يا حلوة، جت مع الدرج طايرة وتكركبت، فقامت ايش رايك بالرياضة؟ انتم معي؟ فالحرمة يوم سمعت الصوت مستغربة، نزلت الرجال تمسكه: ايش بك يا ابو فلان؟ تقول له ايش بك؟ قال لا اعذروني والله سنين مرت علي ما عرفت قدركم، اعذروني انا حجيت مع ناس طيبين، انت حياتي انت عمري، انا اسف سامحيني انا مضى. ويحب راسه، يوم حب راسه قال بس بروح اصلي العشاء الان، اذن العشاء واجيك. وتبدا في الجوال: يا فاطمه شوفي زوجك خليه يروح مع حملة ايش انت؟ حملة الرشاد، والله حجم حملة الرشاد وغيروه، زوجي صار شكلي تاني. تبغي زوجك يصير شكلي تاني؟ والله ارسليه مع الرشاد، والله راح شوفي زوجي مرة تصدق حب راسي. حست الحرمة ولا ما حست؟ شافت التغير ولا ما شافت؟ ابغاك زي كذا حبيبي، ابغاك ترجع بكره ولا اليوم اللي راحوا الاخوه يرجع يقول والله فعلا جماعه جيراني واهل. انا احلف بالله بعض الاباء الاولاد الى الان ما حب رجل امه الى الان، وانا ما ادري، بس ابغى اتكلم في رمضان في البرج حق الساعه كان في شخصيات كبار وكذا، وقال يا شيخ ما شاء الله عليك انت وانت كلمنا عن الوالده. قلت له انا الوالده لا احب رجلها ولكن امسح مواطيها بخدودي. فمسكني واحد برا كبير توج المليونير قال لي يا ابو عبد العزيز زمور يوصل 60 والله ما فكرت يوم اني اقبل رجل امه. من منكم قبل رجل امك كل يوم؟ رجله اليد تكره رجله مع المواطي. تعرفون المواطي؟ اذا قلت المواطي يعني هذه. انتم معي؟ تفضل. في شيء اعلن عن شيء؟ تسافر تروح متعجل؟ الله يحفظك. اخذت هديه لزوجتك؟ لا يقول ما يبغى يقول غيروها حملة الرشاد. اقرا. انتم معي؟ وعد اخوان وعد. ادخل قبل راسه ما يخاف. تفضل يسلم على الوالد يودع. تفضل. جزاه الله خير. هذا من البر ان يقبل راس ابيه ويده. لا صحيح والله نعطيه جائزه 1000 ريال اللي يقول اني اقبل رجل امي كل يوم. لا كل يوم لا يعني مرات. طيب خلاص ما في جائزه، الميزانيه تعبانه الظاهر. كل يوم لا مرات. لا صحيح والله يا اخوان. طيع عشور سليمان والله انا الحمد لله يجعله خالص. قول امين. يسالوني اعز الله مقامك. لا والله. طيب حب راسي وحب يدك. لا ما حقد علي يا شيخ. الله يحفظك. الله يكرمك. انتم معي؟ انتم معي؟ اتكلم بنعمه الله. سالوني في الكويت مهرجان كبير وحاضر شخصيات. قال عبد العزيز انت اشوف بالكويت اذا دخلت المطار ابشر. يقول المطار اشوف حتى الصغار الاطفال يلحقونك في المطارات ويحبونك. قلت والله لا اذكر الا شيء تحدث به من نعمه الله. كنت صغيرا حدثا ادرس في مدرسه شعب بني عامر. انتم معي يا اخوان؟ انا تربيه شعب عامر، فكانت امي هي اللي تربينا. فكنت اجي المدرسه تعبان واحط كتبي في 5 ابتدائي سنه. تقول لي يا وليدي الله يخليك روح عبي الحنفيه. اهل مكه يعرفون الحنفيه، اهل نجد ما يعرفونها حنفيه. ايوه. فاروح احط الجالون على يدي وانزل البيزان حق بير الحمام واعبي الجالون واطلع اصب وين؟ في الحنفيه. وانا طالع وانا نازل مع الدرج امي تقول يا وليدي الله يحببك الخلقه. بس ما تقول لها الدعوه. الله ايش؟ يحببك الخلقه. يوم سؤال الكويت قلت والله انا ما اذكر لها الدعوه من وانا صغير امي تقول لي هالكلام، لدرجه انه يشهد بذلك محمد عبد المغني ذا المشهور. شافني في الهوليد ان وكانت في مغنيين وحفل غنائي كبير وانا مشارك، بس مشارك بمحاضره دينيه في ليالي فبراير.
فالناس متجمعين علي ويسلمون علي ويصورون معي، فننسى عجرم كانت طالعة. في يوم شافتني المغنية قالت تسمح أصور معاك؟ تصورين معي؟ أنا شايفتني إيش جزاك خير تصورين معي. فيقول لي محمد عبده في رمضان يقول ليش ما صورت معها؟ كنت أصور مع ننسى عجرم يا أبو نورة. قال لي يا أخي تحبك ومعجبة فيك كشيخ. كنت أصور مع فيفي ننسى عجرم وأرقص مع فيفي عبده ما صرت شيخ أجل تريق هي. لكن المتحدث يقول لكم هالمحبة منين جت؟ من روح يا وليدي الله يحببك الخلقة. إن يعني وياك أمك تدعي عليك، والله إن دعت عليك أمك ما توفق طول عمرك، والله إن دعا عليك أبوك والله ما توفق طول عمرك. انتبه، قال الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يؤخره الله إلى يوم القيامة إلا إيش؟ عقوق الوالدين يعجلوا في الدنيا. فنرجع يا إخوان ونعرف لأمنا قدرها، لأبونا قدرها، لعمتنا قدرها. من يزور عمتك كل أسبوعين؟ والله ما يزورها إلا كان عندها فلوس، إن كانت مريشة ولا عندها بنت حلوة، صح ولا مو صح؟ ومخطط عليها بتزوجها كل أسبوع وكل 3 أيام ولا كل يوم؟ ها؟ كل يوم يا عمك. الله يخليك يا عم. الله يبوس في عمته عشان إيش؟ عشان البنية. بعد 2 3 شهر قال يلا يا أمه اخطبي بنت عمتي. راحت خطبت الأم، قالت ترى نبغى فلانة لوليدنا. قالت والله أنتم ما دريتوا أن الخطبة تتملكت؟ قالت لا والله ما دري. قالت لا الخطبة تتملكت وزواجها بعد 2 شهرين. يجي يقبل ردوا حقت ودي نقر الخشب. لا أنا عمتي عندكم مكة الله يخليها لي، قول آمين. وهي في جدة في مكة وأنا في القصيم، كل 2 3 شهر أمر عليها أجيها من القصيم. يا أخواننا بنرجع متغيرين، نرجع ولا يقال علينا ما قلنا عن أهل الحجاز تيتي زي ما رحت جيتي. نغير في حياتنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيش؟ ما بأنفسهم. ختاما سنرمي جمرة إيش اليوم؟ الثلاث. بيش نرميها؟ بيش؟ اي بحصاها. وش كبرها؟ ايوه رأيت باكستاني واختم، رأيت باكستاني بعيني معاه حجر قسم بالله اكبر من العلبة ذي، حجر ماسك الحجر عند الجمرة، انا بنفسي ما يعني احد نقل لي، ماسك حجر. فجيت ومسكت ايده قلت صديق هذا حجر كبير بعدين مشكلة هنا في دم. قال لا انت ما في معلوم، هذا جمرة كبير، شيطان كبير، حجر كبير. اي والله يا اخوان كنت ما يصير يا اخي افهم الله يجزاك خير. هذا بعدين كذا قال لا ما في مفهوم انت. المهم احاول اجادل معه. ايش قال لي؟ قال انا معلوم انت مين. يوم قال انا معلوم فرحت. قلت اكيد شافني في التلفزيون، شافني في قناه، عرف اني سليمان الجبلان. قلت انا مين؟ قال انت اخو شيطان. ليش؟ لانه عرف السنه ولا خالف السنه. فانتم الان ترمون جمره ايش؟ صغيرة. وكم واحدة؟ 7 بس. بسم الله. بعض الناس يا اخواني اذا صار مع زيادة قال خذها مني وانا ابو هندي. شيخ خذها مني ابو هندي الله يجزاك خير. واحدة شفتها عند المسعى مصرية وتكلم واحدة جنبها تقول له والله تفيده والله اخذتي 13 شوط بس لو ربي عني شوية كان كملت 14. انا اسمعها وجيت سلمت عليها قلت يا حجة انت من جدك تكلمي؟ قلت ايه يا ابني؟ كنت تقولي صديقتك انك سعيتي 13 شهر. قالت ايوه يا ابني انا ربي اعطاني قوه. قلت والسعي الله يجزاك خير كم؟ قالت قل لي انت. قلت السعي 7. امنا هاجر كم سعت؟ والرسول كم سعى؟ قلت السعي 7. قالت يا ابني زيادة الخير خير يا ابني، انت هتمنع الخير عن ربنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا ما ليس منه ايش؟ فأنا أرمي الجمرة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعل كل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أرجع من الحج وأنا خاشع متبتل الله أن يقبل الله هذا إيش؟ الحج. إنما يتقبل الله من المتقين. فنحرص يا أخوان أن نختم عبادتنا بالاستغفار، لأن الله تعالى عندما ذكر كل عبادة يقول اليمين ذكرها بالاستغفار. عرض الشيخ على حمله كل ذكرها بالاستغفار. فوالله وبالله وتالله إن من منة الله على العباد أن يغير ما بحياتهم، ولكن الله قال لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيش؟ ما بأنفسهم. والجنة غالية يا إخوان. الجنة غالية ولا رخيصة؟ ردوا إيش ثمن الجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله إيش؟ يا أخي عشان تشتري لك ماس، خاتم الماس ولا ذهب يمكن 700 ولا حتى الماس أغلى، صح؟ الماس أغلى من الذهب. واحد راح يشتري خاتم وأختم، راح يشتري خاتم الماس لزوجته. تعرفون بترينة الماس هنا خاتم وهنا لأنه غالي، فيحسبه رخيص. فدخل قال لو سمحت كم هذا الخاتم؟ قالوا راح على الماس $5000.
إيش معناها؟ يعني غالي. قالوا ب5000، قال يعني غالي. فراح يدور واحد ثاني أرخص، فتقدم شوية شاف واحد ثاني قال طيب هذا، قال هذا بصفارتين. فنرجع يا إخوان، نرجع يا إخوان نعرف قيمة الجنة. ترى الجنة هي دار السلام. والله ما تلقى في الجنة وجه ودر، صح؟ ما تلقى واحد معبس في الجنة. وجوه يومئذ ايش؟ مسفرة ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة. فالجنة الجنة يا إخوان. نجتهد أن نرجع الحقيقة بأخلاق محمد وبصفات محمد صلى الله عليه وسلم، بمعاشرة محمد، بعبادة محمد، لأن الله قال وإن تطيعوه ايش؟ تهتدوا. من يطع الرسول فقد اطاع الله. فنحرص أن نرجع بحياة جديدة، نجدد حياتنا. لا نجدد حياتنا بالدعاية اللي يقولونها ونشوفها في الشوارع. هل تستطيع أن تجدد حياتك؟ نعم. واحد ثاني معه. بماذا؟ في زبادي نادك. هذا الناس ساكن زبادي نادك ولا تغيرت حياته. فنجدد حياتنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحب إلينا من أمهاتنا وآبائنا ونفوسنا التي بين جنبينا. أسأل الله أن يحرم وجوهكم النار. اللهم حرم الحاضرين عن النار، اصلح نياتهم وذرياتهم، وسع في أرزاقهم وبارك في أعمارهم. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام في برك وبحرك وجوك. اللهم ردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.